أهلا بكم في قناة عاصر أخبار المغرب، وهذه نشرة اليوم. شخص يهاجم شرطيا بالسلاح الأبيض بوجدة. زخات وأمطار رعدية في طقس الغد الثلاثاء. هذا هو السعر الحقيقي للأغنام التي سيستوردها المغرب من الخارج قبيل عيد الأضحى. توقف عمل منصة التأشيرات الإلكترونية لفرنسا بالمغرب. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتوصل بجديد أخبار المغربية صباحا وعشية. شخص بوجدة يهاجم شرطيا بالسلاح الأبيض. فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة أمس الأحد، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بقيام شخص كان في حالة غير طبيعية ويحمل جروحا باستخدام العنف في حق موظف شرطة بواسطة السلاح الأبيض. وأفاد مصدر أمني بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية ويحمل جروحا دامية بتعريض مقدم شرطة رئيس الاعتداء الجسدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء قيامه بحراسة إحدى بوابات المقر القديم لولايات أمن وجدة، وذلك لأسباب وخلفيات لم يتم الإفصاح عنها بعد في انتظار الأبحاث. طقس المغرب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الثلاثاء نزول أمطار أو زخات مصحوبة محليا برعد فوق منطقة طنجة واللوكوس والسايس والريف والمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والغرب والشاوية وغرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن قطرات أو أمطار ضعيفة متفرقة بالمنطقة الشرقية وبعض مناطق السهول الشمالية والوسطى. سيشرع المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة في استيراد الأغنام من إسبانيا والبرتغال ورومانيا من أجل تغطية الخصاص وخلق التوازن بالأسواق الوطنية بمناسبة عيد الأضحى. ويأتي قرار استيراد الغنم الأوروبي من طرف فيدرالية المواشي ببلادنا بعدما وعدت الحكومة الفيدراليات بتقديم دعم 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد من الخارج سعيا منها لتسقيف الأسعار قبل حلول فترة شراء الأضاحي لاستقبال عيد الأضحى. وفي سياق متصل، كشف أحمد البقالي تاجر مواشي بشمال المملكة أنه سيتم استيراد 10% من الأغنام الأوروبية من أجل خلق التوازن بالسوق الوطنية وتدارك النقص الحاصل في القطيع الوطني الذي يتراوح ما بين 7 و8% مقارنة بالسنوات المنصرمة. وكشف البقالي أن سعر الأضاحي بالكيلوغرام سيتراوح هذه السنة ما بين 60 و70 درهم للكيلوغرام الواحد بالنسبة للقطيع الوطني، فيما سيصل ثمن الأضاحي مدعمة ما بين 50 و 55 درهم للكيلوغرام الواحد. أعلنت السفارة الفرنسية بالمغرب عن توقف عمل منصتها الإلكترونية لتلقي طلبات التأشيرات، وحسب بلاغ للسفارة فيأتي هذا التعليق بسبب وجود خلل تقني وفني، إذ تعمل السفارة على تحسين تلقيها لطلبات المغاربة. ووضعت السفارة الفرنسية بالرباط المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات في حالة حيرة واضطراب، كما أن هذا الإعلان يثير العديد من الشكوك حول صحة التبريرات المقدمة، خاصة وأن العلاقات المغربية الفرنسية تعرف من مدة أزمة في التأشيرات. فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء الأحد 21 مايو الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص موقوف في قضية زجرية، وذلك بعدما قفز من نافذة مكتب للأبحاث في مصلحة للشرطة القضائية. وكانت فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة أمن بالدار البيضاء قد أوقفت شخصا في حالة تلبس بترويج مخدر الشيرة لشخص يشتبه في تعاطيه لمخدرات، وعند إخضاعهما لإجراءات البحث بمقر الشرطة القضائية عمد هذا الأخير إلى القفز من نافذة مكتب الأبحاث، مما تسبب في وفاته متأثرا بجروح بليغة خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف. تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي في وقت باشرت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتوصل بجديد أخبار المغربية صباحا وعشية.